الرز بقى زي بتاع المطاعم كده، بصوا بالتركات والحركات، يعني عايزين نطلع شويه رز زي اللي بيتقدموا كده وبنشوفهم حاجه كده عالميه ما شاء الله. بصوا اتبعوا معايا ان شاء الله هتعجبكم قوي طريقه الرز دي. اول حاجه حطيت في الحله بتاعتي زيت، وحطيت كده معلقتين كبار من السمنه البلدي، وجبت كده بصلايه متوسطه خرطتها ناعم، وبعد كده بقى هحط واحده لومي كبيره او حطي 2 صغيرين، وحطيت كمان ورق لوري، واحط 3 فصوص من الحبهان، وابدا اشوح بقى واشم الريحه الجميله دي. اشوح فيهم كده شويه كويسين، ومعايا كمان جزر مبشور، ده كان عندي في الفريزر، او جزر مبشور فريش يبقى يا ريت. تمام. هبدا كل ده اشوحه على النار بالشكل ده. شايفين المنظر كده والجمال؟ عايزه اقول لكم ده رز المطاعم. يبقى شوحنا بصلايه مع جزره مبشوره مع اللومي ورق لوري حبهان، بس كده. مش هتحطي كركم، لا لا، استنوا عليا اقول لكم هنعمله ازاي. حطيت بقى الميه، حطيت 4 كوبايات كبار من الميه. بعد ما حطيت الميه يا بنات هحط بقى نص معلقه صغيره من القرفه، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر. ركزوا معايا قوي. هحط كمان الملح اللي يحدق معايا الرز واحس كده ان هو يكون مظبوط. اقلب بقى كل الكلام الجميل دون، واغطي الغطا بتاعي واسيبها لحد ما تغلي. وبعد ما تغلي بقى هنزل بالرز. طب معاكي رز قد ايه يا مهنا؟ نص كيلو من الرز البسمتي. تمام كده. شايفين الميه بتغلي معايا؟ وعايزه اقول لكم الريحه هنا جايبه اخر الدنيا. بصوا ما شاء الله. والتوابل كده هاديه ومش كتيره او اوفر، لا احنا حاطين توابل صحيحه. والتوابل اللي هي المطحونه اللي حطيناها بعد الميه دي هي عباره عن نص معلقه بس من القرفه ونص معلقه من الفلفل الاسمر. التوابل بتاعتنا هاديه وجميله. وهقول لكم هنعمل ايه تاني. حطيت بقى الرز بتاعي، الدنيا هنا مظبوطه معايا جدا. نص كيلو الرز عليه 4 كوبايات من الميه. ملحوظه مهمه، الرز بتاعي بنقعه لمده نص ساعه. يعني الرز بتاعي ده مغسول ومنقوع مده نص ساعه ومتصفي كويس قوي. بعد ما الرز بتاعي اتشرب وبقى على نار هاديه، في الوقت دون هحط بقى كركم، واحط كمان بابريكا علشان عايزه الرز بتاعي يكون ملون. وبعمل الحركه اللي انتوا شايفينها دي. عايزه اقول لكم ان بصوا هي احلى حاجه الزعفران. يعني انت عايزه تعملي الحركه دي تحطي في حتتين مثلا كده في مكانين لون زعفران علشان يدي معاكي لون ابيض مع اللون الزعفران، هيكون تحفه. بيكون افضل من الكركم والبابريكا. الرز بتاعنا نشوف قد ايه هو مفلفل وجميل. بصوا العسل ما شاء الله. شويه رز، سكر، زي ما قلت لكم عايزه تاخدي لون حلو وفعلا يبان اللون الابيض مع اللون الملون، اعملي حطي زعفران. الزعفران حلو قوي، بس زي ما انتم شايفين برضو لونه حلو جدا. حطيت زبيب برضو، يعني ربنا فتح عليكي كده. حطي شويه مكسرات بقى لو عندك لوز ولا كده. كده الرز جاهز معايا. وتعالوا نشوف البطايه بعد ما حطيناها تحت الشوايه لمده 3 دقايق او 5 دقايق بالكتير، علشان انا حابه تكون محمره ولونها قوي زي ما انتم شايفين كده. حطوا لايك للفيديو، ما تنسوش اللايك الجميل من ايديكم طبعا فضلا وليس امرا. ويا رب ربنا يحسن ما بين ايديكم، وبالف هنا وشفا، والسلام عليكم.